السلام عليكم. ايه الاخبار يا جماعه؟ هو الحقيقه في كذا موضوع، يعني انا كنت حاطه كده في بالي عشان اتكلم فيه في الفيديو ده، يعني في سلسله رمضانيات وكده. ولكن نظرا للاحداث اللي بتحصل حاليا ديت، فحسيت ان هو يعني احنا مش هنقدر نتكلم في اي حاجه غير الوضع الحالي يعني. والحقيقه بصراحه ان يعني ربنا سبحانه وتعالى وحده اعلم بكم المشاعر السلبيه اللي انا بحسسها فعلا دلوقتي، يعني حاسس فعلا بأحاسيس سيئة جدا جدا. يعني أنا أصلا كنت عايز أعمل الفيديو دوت امبارح، ولكن ما قدرتش أعمل الفيديو دوت خالص يعني. وأظن إن كتير منكم يعني بيشاركني نفس الأحاسيس دي. والحقيقة يعني أنا لما فكرت كده لقيت إن أنا حزين جدا 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 لسببين رئيسيين. يعني السبب الأولاني هو سبحان الله كم الاستضعاف وكم القهر اللي إخواتنا بيحسوا بيه، وكم تجبر العدو. يعني ربنا يا رب يا رب يا رب ينتقم منهم انتقام شديد يا رب، ويرينا فيهم آياته ويرينا فيهم عذابا شديدا. يعني قلوبنا تستريح لما تشوف العذاب والإهلاك ده فيهم. يا رب يا رب، اللهم استجب اللهم استجب. فحاسس فعلا بإحساس صعب جدا جدا بسبب الكفر والتجبر والتكبر والإفساد اللي وصلوا له. يعني ربنا يا رب ينتقم منهم. الاحساس التاني بقى اللي هو اصعب من الاولاني ده هو احساس العجز. يعني حاسس بقلة حيلة شديدة شديدة شديدة. ربنا يا رب يعني يخفف عنا الاحساس ده ويعني يغفر لنا تقصيرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف المؤمنين وصفهم كالجسد الواحد. يعني احنا جسد واحد. آلام الناس ديت هي آلامنا. إذا تداعى له عضو، يعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففعلا والله احساس ان انت واقف كده ليس بيدك حيلة، عاجز لا تستطيع فعل شيء. احساس يقهر سبحان الله. قهر الرجال وعجز الرجال سبحان الله، احساس صعب جدا جدا جدا. وده اللي بنستعيذ به دايما، يعني بنستعيذ دايما من قهر الرجال. هو الواحد سبحان الله حس بقهر الرجال ده. احساس ان العالم كله مجتمع على فئة ضعيفة، فئة انت المفروض انت ألمهم هو ألمك. يعني نفس اللي بيصيبهم ده بيصيبك وانت مش عارف تعمل حاجة. احساس في قمة السوء والعجز. وانا كنت عايز اتكلم امبارح في فيديو في الموضوع ده، ولكن حسيت ان يعني انا احنا مش هنطلع نتكلم في فيديو يعني نطلع نشتكي وخلاص. يعني في الاخر ديننا مش دين قعود. يعني احنا مش هنقعد نبكي على الاطلال ونقعد نعيط كده ونحزن وخلاص. مش صح، ده مش صح. وان كانت المشاعر السلبيه ديت في محلها، يعني انت ما ينفعش تشوف اللي بيحصل ده وما تحزنش، لا شك يعني لا شك ان ده مش صح ايا كان. ولكن في النهايه منتهى الامر كله ان انت محتاج يعني محتاج توسع رؤيتك شويه. يعني سبحان الله في نهاية الأمر ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب، وربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولكن يعني سبحان الله الحياة الدنيا ديت ما هي إلا بلاء. ده منتهى الأمر. إن يعني في ظل اللي بيحصل ده والحاجات اللي بتخلي الإنسان مش قادر يستوعب ومش قادر يفكر، أنت محتاج تقف مع نفسك كده وتفكر إن يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وما زالت الأحداث دي بتحدث. دي يعني دي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت تنظر للأمر من بعيد بقى، تنظر له كده من بعيد شوية وتشوف أنت نفسك فين في الكلام ده. يعني أنت هتحاسب إن أنت موجود في الوقت اللي بتحصل فيه الأحداث دي. حقيقي يعني هو الكلام في الأمور ديت مرهق جدا، ويعني كم الأحاسيس اللي الواحد بيشعر بيها مخلياه عاجز عن ترتيب أفكاره. ولكن انا بطرح الكلام ده لان انا عارف ومدرك ان في ناس كتير يعني بتتشارك معايا بعض الاحاسيس ديت. فمن باب ان انا يعني تأملت بعض الامور وحاسس ان انا حابب اشاركها معاكم، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يكشف عنا الغم والهم والبلاء ده. وربنا سبحانه وتعالى يعني مش عارف والله مش عارف اقول ايه. يا رب يا رب انصر اخواتنا يا رب. الله سبحانه وتعالى يقول، ودي برضو من الحاجات اللي احنا المفروض نتأمل فيها. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كشف الهم، وقادر على كل شيء، وقادر على ايا كان التكبر اللي قاموا بيه وايا كان الافساد وعظمته. ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه.
ده معنى محوري، ده معنى لازم نتذكره دايما. الله سبحانه وتعالى يقول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن كانوا أشد منهم بطشا. انت شوف هما مفسدين ازاي، وشوف العالم كله متآمر ازاي، وشوف الفساد والقتل والتدمير اللي بيعملوه، كان في أشد منهم بطشا. تمام؟ كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. هل من محيص يعني هل من مفر، يعني كانوا بيحاولوا يهربوا من هلاك ربنا سبحانه وتعالى، ما يقدروش. يعني ده هلاك ربنا سبحانه وتعالى، الوقت اللي هيجي فيه امر ربنا سبحانه وتعالى هيجي محدش هيقدر يهرب منه. خليك مقتنع بده في ظل كل الظلم اللي احنا عايشين فيه ده، عشان الواحد دماغه ما تهربش منه، الواحد ما يصابش بالاحباط، والواحد خلاص يحس ان هو عاجز عن التفكير. افتكر ده، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما هيجي حسابه ويجي اهلاكه محدش هيقدر يهرب منه. خلاص هيبقى يوم شديد على الكافرين. ان في ذلك لذكرى. دي ذكرى من ربنا سبحانه وتعالى، يعني اهلاك الامم السابقه اللي تجبرت وكفرت بربنا سبحانه وتعالى وعتت في الارض فساد، ده ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يعني انت يعني تحس، تستشعر المعنى ده، تستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى لما هيجي عذابه باذن الله هيكون عذاب اليم. تمام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا فيهم آيات عذابه في الدنيا قبل الآخرة. كده كده هيعذبوا، وكده كده ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منهم في الآخرة، بس يعني احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يشفي قلوبنا فيهم في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى وندعو ربنا سبحانه وتعالى دعاء يعني سبحان الله اللي ملوش أي حيلة. وقد يكون هذا، لا شك ان هذا من تدبير ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تعجز عن كل شيء، تصل لمرحلة تعجز عن كل شيء، ان هم يعني خلاص ان هم يأتوكم من فوقكم ومن تحتكم وخلاص وبلغت القلوب الحناجر. تحس كده موقف اللي هو ايه، يعني توصل لمرحلة يا رب تقولها كده بيقين: يا رب ليس لها من دونك كاشفة. خلاص ما بقاش في اي سبب ايا كان نقدر نركن اليه، هو ربنا سبحانه وتعالى. اللحظة دي لما ندعو ربنا سبحانه وتعالى بالنفسية دي بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه يكشف عننا الغم. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. احنا محتاجين نستحضر ده، احنا محتاجين نستحضر اولا ان اللي بيحصل ده يعني منكر لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وان المصيبة ديت هي مصيبتنا اولا واخرة. هي مش مصيبة حد تاني، مش مصيبة ناس تانية بعيدة عننا، دي مصيبة عندنا احنا، دي مصيبتنا. دول احنا، ودول مفسدين في الارض، ودول كفرة، ودول عتوا في الارض فسادا، دول بيبارزوا ربنا سبحانه وتعالى بالاهلاك والافساد، وكل العالم معاهم، كل الكفرة وكل المفسدين في الارض كلهم اجتمعوا على مبارزة ربنا سبحانه وتعالى بما لا يرضيه: تقتيل الابرياء والمسلمين وتهديم المساجد بلا أدنى رحمة، وكفر وكذب، وبيكذبوا على العالم. كل ده نستشعر، كل ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع. يعني ما ننساش في لحظة ان ربنا مطلع على كل شيء. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيمد في طغيانهم عشان يعذبهم عذاب شديد. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ان هو سبحان الله الدنيا دي يا جماعة، الدنيا دي بلاء، وده واحد من البلاءات اللي احنا فيه، ان احنا نرى تجبر الكافرين بشكل فج، بشكل فظيع، بشكل احنا مخنا ما يقدرش يستوعبه. ده من البلاء اللي احنا فيه في الدنيا دلوقتي، دي حاجة هنتحاسب عليها يوم القيامة. ده كان بلاءنا في الدنيا. احنا بقى نتصرف ازاي؟ احنا نفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ونستشعر ان فعلا يعني اذا كان الانسان في الدنيا مع الانشغال ومع اي حاجة بيركن للاسباب، في اي وقت بقى بيحس ان هو ملك من امره اي شيء، هي دي اللحظات اللي ربنا سبحانه وتعالى يفوقك بيها، يحسسك ويشعرك جل في علاه ان انت حقا وصدقا ويقينا وفعلا ملكش من امرك شيء. كل ده تدبير ربنا. انت كده دلوقتي في ظروفك دي ملكش من امرك شيء. تستشعر ده بقى، تستشعر ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى، تستشعر ان انت
يعني مفيش حد هيكشف عنك الغم. لا تقول لي بقى اتفاقيات، ولا تقول لي مش عارف اجتماعات، ولا تقول لي دول ايه، ولا تقول لي نيلة ايه وهباب ايه. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا المقدر، ربنا المدبر. وربنا دي نقطة يعني تانية مهمة، ربنا سبحانه وتعالى مع قدرته ربنا عذابه شديد وإهلاكه شديد، فربنا قادر على كل شيء. وربنا يعني الله سبحانه وتعالى في عذابه ليس كعذابه شيء، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. استشعر المعاني دي، واستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى قادر في لحظة كن فيكون هيبدل الحال الى حال اخر. ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ان الامر ده يتأخر دي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، فانت تسلم بحكمة ربنا سبحانه وتعالى، وانت نفسك بقى تعمل المطلوب منك. ايه المطلوب منك؟ خلاص انت يعني والله يعني الواحد يخجل ان هو يتكلم كده وهو يقول ان احنا مش بايدينا حاجة، لان حتى الكلام ده الواحد بقى بيحس بخذلان لما بيتكلموا. ولكن يعني هو ده اختبار يا جماعة، انا مش عارف اقول ايه، بس عايز افكركم ان ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. دي الدنيا تمام، وده يعني ما يجري في ملكوت الله، ما جرى شيء في ملكوت الله إلا بأمر الله وبعلم الله وبحكمة الله. فده يعني بعلم ربنا سبحانه وتعالى، وربنا مطلع على كل شيء وليه حكمته في ده. فده الاختبار بتاعنا، ده اختبارنا. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هل هنفضل نتوه كده ونفضل نتشتت، ولا نفضل نسرح في الأفكار وخلاص، ولا هنستعين بالله سبحانه وتعالى ونتذكر ان هو فعلا 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 مفيش حاجة هتكشف عننا الغم ده غير ربنا سبحانه وتعالى، وان هو ييسر لنا اسباب النصر، وان هو يعني يرحمنا ويرحم ضعفنا، يرحم ضعفنا، يرحم ضعفنا. احنا فعلا قد ايه احنا ضعفاء، قد ايه احنا لا نملك من امرنا شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بنا رحيما ويكون بنا لطيفا، وأن يقدر لنا كشف هذا البلاء، بلاء شديد 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 وإحنا لا نملك من أنفسنا شيئا. ده أشد وقت يا جماعة، ده أشد وقت، أشد وقت نفتكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، ونفتكر إن إحنا في دار اختبار، إحنا الدنيا بتلهينا. احنا محتاجين يعني نعيد الإيمان في قلوبنا، محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نتضرع لربنا سبحانه وتعالى يكشف الغم والكرب، محتاجين نعبد ربنا سبحانه وتعالى بقلوب صادقة. كفاية بقى العبادة بتاعت يعني اللي هو تأدية الواجب دي وخلاص. كفاية انشغال بالدنيا، كفاية كل واحد يدور على مصلحته والأنانية بتاعته وخلاص. عايزين ندعي ربنا سبحانه وتعالى كده يكشف عننا الغم بقلوب حاضرة، بقلوب مؤمنة. في عبادة الاستسقاء لما الله سبحانه وتعالى يمنع المطر عن عباده، لما تبقى انت خلاص في حاجة وفي ضرر، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويعني الصالحين كانوا بيجتمعوا كلهم ويتضرعوا لربنا، لأن خلاص هم مدركين إن الأمر كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا في ظل الهم اللي إحنا فيه ده لو ما دعيناش ربنا سبحانه وتعالى هندعيه إمتى؟ إحنا محتاجين الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى كريم، والله سبحانه وتعالى رحيم، وتقدير كل الأمور دي بحكمة هو يعلمها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كذلك رحيم. الله سبحانه وتعالى رحيم، يعني قادر ان هو يرحمنا من هذا البلاء. احنا يا جماعة محتاجين يعني كل واحد يقف مع نفسه كده. يعني سبحان الله، لو الاحداث دي ما خلتش الواحد يقف مع نفسه لحظة كده، لحظة خلاص يوقف كل حاجة في حياته ويفتكر بقى، يفتكر ربنا سبحانه وتعالى، ويفتكر هو عايش اصلا في الدنيا دي كلها ايه، منتهى الامر كله ليه، ويسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يدبر الامر من عنده، من عنده بقى. يعني احنا ما نعرفش، ما نقدرش نعمل اي حاجه من عند ربنا، ويكشف عننا الهم ويكشف عننا الكرب، ويرحم اخواننا المستضعفين، ويرحم اخواننا قليل الحيله،
واحنا والله قليل الحيلة احنا كمان. يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة بالله عليكم، يعني بالله عليكم كل واحد كده يقف مع نفسه كده ونتضرع لربنا، نتضرع تضرع اللي ما يقدرش يعمل اي حاجة. عارفين كده لما يبقى واحد خلاص هيموت، خلاص هو مفيش في ايده اي حاجة، هيموت خلاص، لا ملجأ من الله الا الحال ده، حال بقى الواحد مش قادر يعمل اي شيء اي شيء اي شيء خالص اطلاقا. الحالة دي بقى احنا عايزين ندعي ربنا سبحانه وتعالى بيها. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ألحوا على ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، ألحوا عليه. أرى الله ذلك من أنفسكم، تضرعوا لربنا سبحانه وتعالى وانكسروا لربنا سبحانه وتعالى، وقولوا له يا رب احنا ضعفاء لا نملك لأنفسنا شيئا. يا رب اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يتوب بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف عننا الهم والغم، وكلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. واللي يعني نقعد مع نفسنا كده ونفكر كل واحد يقدر يعمل ايه، ايا كان اللي تقدر تعمله اعمله، ايا كان. اصل يعني خلاص هنستنى ايه تاني؟ يا رب ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. ندعي ربنا سبحانه وتعالى، نقف مع أنفسنا كده وقفة عهد مع ربنا سبحانه وتعالى. يا رب خلاص احنا لا نستحمل، لا يعني ما نقدرش على البلاء ده أكتر من كده. يا رب يا رب من عندك، يا رب من عندك، يا رب يا رب أنا تبت إليك يا رب بنية كشف الهم والغم. يا رب أنا مقصر بس ارحم ضعفي. يا رب أنت شديد العقاب، يا رب ارحم ضعفنا. يا رب يا رب يا رب. اخوانا بالله عليكم كل حد يقدر يعمل اي حاجة يعملها. ادعوا ربنا سبحانه وتعالى، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى، وعرفوا بعض احنا محتاجين نستعين بالله سبحانه وتعالى. يا رب عرفوا بعض، فكروا بعض، صحوا بعض. يا جماعة احنا في كرب شديد، احنا في كرب شديد. يا رب هنقابل ربنا ازاي؟ نقول لربنا ايه؟ نقول له كنا عايشين وده بيحصل ما كناش عارفين نعمل حاجة. ادعوا ربنا، ادعوا ربنا نفوق يا جماعة. عايزين نفوق بعض، عايزين نفوق بعض، عايزين نصحى من اللي احنا فيه، عايزين نصحى. 1.5 مليار واحد نايم، خدنا بينا التلوى احنا مش عارفين نعمل حاجة، كرب شديد. يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم كل واحد يقف مع نفسه وقفة ويفتكر الكلام ده. افتكروا ان احنا ده امتحاننا، ده الزمن اللي احنا عايشين فيه، وده اللي هنسأل عليه يوم القيامة. احنا عملنا ايه؟ بالله عليكم اللي يقدر يعمل اي حاجة بأي شكل ممكن لا يختزلها، يعني معذرة الى ربكم، والله استحي اقول كده، بس يعني اي حاجة نقدر نعملها اعملوها. وادعوا ادعوا ادعوا، ربنا بيسمع دعاءنا لا شك في ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى منا افتقارا إليه، انكسارا بين يديه. انكسروا بين يدي ربكم واسألوه أن يكشف ما أصابنا من هم وغم، وأن ينتقم، أن ينتقم وأن يهلك أعداءه وعدوه. ادعوا ربنا سبحانه وتعالى.